السلام عليكم الدراري، جيناكم بواحد الفيديو جديد كيفاش تساوي فقاصه يدويه غير في الدار واللي كتكون كامله اوتوماتيك بواحد المعدات اللي هي بسيطه كيف ما كتشوفوا معنا. بالنسبه للادوات اللي غادي خصوك، اول حاجه غادي خصك واحد المتحكم اللي بحال هذا اكس ام 18 دوكارت، تكون حاجه مزيانه. وخصك واحد الفونتيلاتور صغيره بحال هذه ديال 220 فولت، وغادي خصك واحد البواطه بحال هذه راك فيها فلوطور ديالها على هذا الشكل، وغادي خصك جوج بولات، جوج جويات ساقطه، واحد 2 متر ديال الخيط، وخصك جوج بريز ذكر وبريز نتوى، وشي فيسات باش كتشد الفونتيلاتور هادي. وغادي خصك كذلك هاد الحساسات راه كيجيو مع الاكس ام. وبالنسبه للمعدات هذا الاخوه راه كتقدر تخدمها غير في الدار، هاد المعدات هادو كافي انك باش تسوي فقاصه في الدار ديالك اللي كامله اوتوماتيك. وغادي خصك كذلك واحد البلاطو بحال هذا، المهم بلاطو الدراري كتشد العبار ديال البواطه اللي عندك، البواطه اللي بغيتي تخدم فيها الفقاصه على حسب الحجم ديالها راه كتقطع البلاطو غير على حسب الحجم ديالها. وغادي خصك واحد المتر ونص تقريبا ديال التيو، ما بين متر ومتر ونص. وغادي خصك بواطه اللي غادي تخزن فيها الماء بحال هادي كتكون في برا ديال الفقاصه، وهادي كتكون في الداخل ديال الفقاصه اللي كتعطينا البخار باش تكون لنا الرطوبه داخل الفقاصه. خليكم معنا الدراري باش تشوفوا الطريقه ديال المونتاج ديال هادشي، اللي واحد الطريقه اللي بسيطه اللي كيقدر اي واحد يسويها في الدار ديالو. وبالنسبه لهاد الباك الاخوان راه كنوفروه وكيبقى الثمن ديالو 900 درهم. اول حاجه الدراري كنشوفوا البواطه اللي عندنا الحجم ديالها قداش، وكنجيبوا هذا البلاطو هذا راه كنقطعوه باش يجينا وسط هاد البواطه هادي بحال هاد الشكل الدراري بحال هكا. ما يمكن نخلوه ما يبقاش مزير بحال هكا باش يقدر انه يدور بحال هكا باش يكون عندنا التقليب الدراري. من بعد ما كنقادو العبار ديال البلاطو على حسب الحجم ديال البواطه، كنجيو الاخوان المنتصف ديالو بحال هكا، وكنديروا واحد الثقب بحال هذا الاخوان هنايا، وكنمشيو من الجهه الاخرى وكنديروا واحد الثقب اخر بحال هذا هو الاخوان. بالنسبه للطريقه الاخوان كيفاش كنثقبوا راه ساهل، غنبارطاجي معكم الطريقه كيفاش كتثقب هذا البلاستيك. بالنسبه للطريقه الاخوان كيفاش كنثقبوا راه كنجيبوا غير واحد القاط بحال هذا، وكنجيبوا واحد المسمار ديال 10، وكنجيبوا واحد الولاعه الاخوان نحاول نسخنوه بحال هكا غير على الطريقه بحال هكا حتى كيسخن الاخوان، وكنقطعوا به كنثقبوا به البلاطو. بعد ما كنديروا جوج ديال الثقابي في هذا البلاطو هذايا، ثقب من هنايا وثقب من هنايا، كنمشيو الاخوان للبواطه غنديروا واحد ثقب من هاد الجهه وواحد ثقب من هاد الجهه اللي غادي يشد فيها هذا البلاطو اللي غيجي على هذا الشكل هذا الدراري، يجي في البواطه على هذا الشكل باش يبقى زيكزاكي بحال هكا. من بعد الاخوان راه كنجيبوا واحد المتر هذا باش كنشدوا العفار ديالنا، وفيتر باش نطراسو، وكنحاولوا الاخوان نخلو واحد تقريبا واحد 8 ديال السنتيم، وكنديروا علامه هنايا الدراري. عاد كنجو كنعبروا البواطه هكا على العرض ديالها صافي، وكنديروا الدراري واحد النقطه هنايا في المنتصف ديال هاد البواطه هادي، من هنا فين غادي نثقبوها الدراري. وكنعاودوا نفس الشيء في الجهه الاخرى. بعد ما الدراري كنطراسوا جوج ديال الثقابي، ثقب من ديك الجهه اللي ملهيو وثقب من هاد الجهه، كنجيبوا فونتيلاتور الدراري بحال هادي ديال 220 فولت، فونتيلاتور صغيره تقريبا واحد 12 سنتيم. كتجي الدراري على هاد الشكل، كنحاولوا الدراري نجيو هنا الاسفل ديال البواطه، الاسفل ديالها بحال هكا كما كتشوفوا معنا. كنحاولوا نحطوا الفونتيلاتور على هذا الشكل بحال هكا، كتجي بحال هكا صافي. كنطراسوا لها بالفيتر هنايا في الجوانب. المهم الدراري كنحاولوا ان الفونتيلاتور تجي في المنتصف ديال البواطه بحال هكا. المهم غير نخلو واحد تقريبا واحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم على الارضيه ديال البواطه. كتجيبوا الفيتر وكنطراسوا ليه هنايا كيف ما كتشوفوا معنا. اذا نخليكم الدراري حتى نطراسي هادشي ونوريكم النتيجه كيفاش جات.
فمن بعد ما الدراري كنطراسو الفونتيلاتور اللي كنحاولو نجيبوها في المنتصف ديال البواط اللي كتجي على هاد الشكل هذا، كتكون جايه في المنتصف وكيبقى تقريبا واحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم على الارضيه ديال البواطه. كنجيبوها الاخوان دوك الكراوه اللي غادي نوريها لكم دابا، وكنحاولوا نشدوهم على البواطه ونزيروها معاه. كنجيبوها الاخوان بحال هاد الكراوه هادو، كيكون فيه بلاصه الطورنيفيس من هاد الجهه، وكيكون فيه الكرو اللي كنزيرو صافي الدراري. كنحاولوا نزيرو هاديك الفونتيلاتور مع البواطه. نتوما الدراري بعد ما لصقنا الفونتيلاتور راه جات على هاد الشكل هذا. المهم الدراري كنحاولوا هاد الجهه ديال الفونتيلاتور تكون كتشوف في الداخل ديالها، كتشوف في الداخل ديال الفقاصه، ما نقلبوش مثلا الفونتيلاتور نردو هاد الجهه من الجهه الاخرى، خاصها تجي على هاد الشكل هذا. وكيف ما كتشوفوا معنا راه ركبنا جوج ديال الدويات، قبلنا لهم البواطه وركبنا لهم الخيط، كل وحده خرجنا لها الخيط ديالها، جمعناهم في الوسط وعطاونا هاد الخيط هذا الدراري. كيف ما كتشوفوا معنا هادو جمعنا به هاد الدويات هادو فين غادي نركبوا البلاط ديالنا. وبالنسبه للخيط ديال الفونتيلاتور راه تقبنا ليه واحد الثقب اخر هنايا، وها هو فين خرج عندنا الدراري، ها هو هنايا. وكذلك الدراري جبنا هذا الموتور ديال التقلاب اللي على هذا الشكل الدراري. ها هو الموتور ديال التقلاب كيكون على هذا الشكل، طراسينا ليه حتى هو هنا وهنايا، وتقبنا ليه وزيرناه ثاني بالفيسات، وركبنا ليه هاد البلاستيك هنايا. ملي خرجنا الموتور هنايا ركبنا ليه هاد البلاستيك وشديناها بهاد الكوره. بالنسبه لهاد الكوره الدراري راه هي هاد الكوره هادي كندوبوها غير بالولاعه، وكنحاولوا نشدوها مع داك الموتور اللي كنخرجو من هنايا. الموتور اللي كنتقبوا ليه الدراري من هنايا وكنطراسو ليه من هنا ومن هنا، وكنتقبوا كذلك باش يتشد لنا مع البواطه مزيان. بالنسبه للموتور الاخوان راه كيجي فيه واحد جوج خيوط، حاولنا نزدوهم مع هذا الخيط هذا وركبنا ليه البيز ديالو. حيت بالنسبه للموتور الاخوان راه كنركبو غير في 3 ايام من الاخر. هادشي الاخوان علاش كندير ليه بريز، ما كنبرونشوش ديريكت في الاكس ام، كندير ليه بريز باش نتحكموا فيه في الايامات اللي بغينا يخدم. وبالنسبه للثقابه الاخوان اللي دويت لكم عليهم قبيله، راه ما كنديرهمش هنا، ما كنديرهمش في تحت الاخوان، راه كيجي الفوق. بالنسبه كنخلو واحد تقريبا واحد 15 سنتيم من الفوق، وكنجيو كنديروا واحد الثقب هنايا، وكنجيو الجهه الاخرى الاخوان. ها هو كيف ما كتشوفوا معنا، وراه درنا واحد الثقب اخر هنايا الاخوان. الاخوان باش كنحاولوا نشدوا البلاطو ديالنا في هاد الثقابي هذا، كنشدوهم نيت بهذوك الكراوه اللي وريتكم قبيله، باش كتبقى عندنا الفونتيلاتور تحت ديال البلاطو، باش كتحاول تجبد البرد من هنايا. وبالنسبه للفونتيلاتور الدراري راه وراه درنا واحد 4 ثقابي باش كتحاول تجبد الاكسجين من تما، وكتدفع لنا الاكسجين باش يوصل لنا الفقاصه كامله. هادشي اللي كاين الدراري. بلاتي نركب البلاطو وانا معكم. قبل ما نركبوا البلاطو الدراري راه كنحاولوا نجيبوا واحد البواطه بحال هادي، كنركبوا فيها فلوطور، كنتقبلوا الفلوطور وكنركبوه في البواطه بحال هادي، وكنحاولوا نجيبوها هنايا الدراري في المنتصف، تكون اون فاس مع الفونتيلاتور، وكنحاولوا نجيبوها هنايا في المنتصف تحت هاد الثقب هذا اللي درنا. كنحاولوا نجيبوا هاد البواطه في المنتصف، وكنتقبوا ليها الدراري واحد الثقب هنايا ملي كيخرج التيو ديال الماء من هنايا الدراري. كنحاولوا نثقبوا واحد الثقب اخر من هنايا. بالنسبه للطريقه كيفاش كتثقب الدراري على هاد الشكل، راه كتجيب غير مسمار كتحاول تشدو باللقاط وكتسخن. الا عندك بوطه راه كتستغني على هاد الطريقه، راه تقدر تسخنو مثلا غير فوق البوطه بحال هكا. دابا انا ما عنديش البوطه الدراري، كنستعمل هاد البريكه هادي باش كنسخن هاد المسمار هكا على هاد الطريقه. هكا داك الدراري غنديرو غير مثلا بحال هكا. دابا نحطو العبار ديالها بالضبط، هكا الدراري كيفاش غنديرو هاد الثقب الاخر بحال هكا.
جبنا موس الدري باش نحاولو نقادو هاد الثقوب هاكا مزيان. بحال هاكا الدراري، هانتوما كيما كتشوفو معنا كتجي لا الطريق هكذاك. الفلوطور خرج لنا هنا فين كنركبو الدراري داك التيو، وكيمشي عندنا البواطة هادي، البواطة اللي كتجي على هاد الشكل هذا هو البواطة. الدراري راه كنحاولو نثقبوها من هنايا وكنركبو فيها هاد الكود هذا الدراري. ها هو هاد الكود هذا، الا كان عندك كود مثلا بحال كتقدر تقطعو، الا كان ديريكت راه تقدر غير تدخلو مثلا هنايا وتحاول دير ليه الكولا باش يحاول يشدني باش ما يخرجش ديك الماء. صافي كتركب فيه التيو وكيدخل التيو من هنايا وكيركب في هاد البواطة هادي. نجيبو الدراري تقريبا واحد 100 متر ديال التيو على هاد الشكل هذا، كنحاولو نركبوه هنايا. هو ركب عندنا الاخوان وكنجيو كنركبوه ثاني في البواطة ديال من هنا. على هاد الشكل الدراري هذا. دابا الدراري بالنسبة للانستالاسيون ديال الماء راه ساليناها. كتكون عندنا بواطة ديال الماء اللي كتخزن الماء برا، كنديرو فيها واحد الثقب هنايا نخرجو منو هاد البلاستيك هادي. هادي راه موجودة الاخوان، راه تقدر تلقاها مثلا عند دروكلي ولا شي حاجة، تلصقها بالكولا كتجيب هاد التيو تا هو راه كاين عند دروكلي. وكيخصك بواطة وفلوطور ديالها. بالنسبة للفلوطور هو اللي كيقطع لينا الماء قبل ما كيدخل من هاد البواطة هادي لهنايا. الفلوطور كيقطع لنا الماء هنايا، فاش كتعمر هاد البواطة هنايا راه الفلوطور كيقطع الماء شوية هنايا. دابا بالنسبة للانستالاسيون ديال الماء الدراري ساليناها. غيبقى لينا بالنسبة للتقليب والحرارة، كيفاش غادي نتحكمو في الحرارة وكيفاش غادي نتحكمو في التقليب والرطوبة. خليكم معنا الدراري. فمن بعد ما ركبنا الفونتيلاتور الدراري وثقبنا الموتور، راه هو هذاك اللي جا على برا هو هنايا، ثقبنا ليه. ركبنا في الموتور واحد البريز اللي هو هذا، وقادينا البرونشمون ديال الماء ديالنا راه هو هذا كيجي على هذا الشكل. وثقبنا الدويات حتى هما هنايا، وخرجنا كل دويه خرجنا الخيط ديالها وجمعناهم في الوسط فواحد الكروازما هنايا وخرجنا الخيط. هذا الخيط هو اللي غادي يمشي للمتحكم اكس ام. دابا الدراري غادي نجيبو واحد جوج ديال البواط اللي هما هادو وغادي نركبوهم في هاد الدويات هادو. خليكم معنا. هانتوما الدراري كما كتشوفوا ركبنا دابا البولاط. دابا غنشرح لكم القضيه ديال التقليب. بالنسبه لهاد البواطه الاخوان اللي هاد البلاستيك اللي ركبنا في الموتور ديال التقلاب، راه تقريبا الدراري فيها 9 سنتيم. وجينا درنا فيها واحد الثقب من هنايا اللي خشينا فيه داك الراس ديال الموتور، ودرنا فيها واحد الثقب اخر من هنايا اللي غادي نشدوه في البلاطو من هنايا، وثقبنا ليه حتى في البلاطو هنايا باش هو اللي غادي يبقى يدور لنا البلاطو على هذا الشكل. وجينا هنايا كذلك الدراري ودرنا واحد البلاستيك اخر على هذا الشكل، تقريبا فيها تقريبا واحد 5 سنتيم، وثقبنا فيها
4 سنتيم ثقبناها من هنايا باش شديناها مع البلاطو، درنا ليها الفيس ديالها اللي هو هذا، وكذلك ثقبناها من هنايا. دابا هاد الثقب اخر اللي هنايا هو اللي غادي يدخل لينا هنايا. ها هو هاد الثقب اخر اللي درنا هنايا الدراري، ها هو راه الكرو ديالو راكم مازال ما برونشيتو حتى نركب لكم البلاطو، وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي يجي. انتم الاخوان نشرح لكم دابا هاد البارتي هادي. ملي كنبغيو نركبوا البلاطو اول بلاصه كنركبوه هي هادي، كنركبوا هاد الجهه هادي. ها هو راه شدينا هنا كيف ما كتشوفوا معنا. دابا البلاطو ديالنا هو هذا. دابا البلاستيكه اللي خارجه من الموطور ديال التقليب هي هذه، والبلاستيكه اللي شاده لينا في البلاطو هي هذه. كنحاولوا من بعد ما كنركبوا البلاطو من هنايا كنجيو كنشدوا البلاستيكه اللي خارجه لينا من من البلاطو، كنزدوها مع هاد البلاستيكه هذه اللي خارجه اللي جايه من الموطور، هذه اللي كدور وكتحاول تدورنا معها البلاطو. كيجي البلاطو كيدير على هاد الطريقه الاخوان. غنخدم لكم الموتور وكتشوفوا الطريقه كيفاش كتجي. خليكم معنا الدراري. غنحاول نزيد هاد الفيس الاخر اللي بقى لي هنايا نبرونشيه هنايا ونوريكم الطريقه كيفاش جات. وبالنسبه للاخوان راه كتبقى البواطه ديال الماء هنايا، وكيبقاو البورات لتحت والفونتيلاتور حتى هي كتبقى لتحت. نتوما الدراري كيف ما كتشوفوا معنا من بعد ما ركبنا هاد الفيس اللي بقى لينا برونشينا البلاطو ديالنا داخل الفقاصه، جبنا لاروش باش نجربوا الموتور. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا التقليب الاخوان راه مزيان. دابا هو التقليب راه خدام كيف ما كتشوفوا معنا. كتبقى البواطه هنايا في الاتجاه ديال الماء، البولات راه كيبقاو لتحت، وكتبقى الفونتيلاتور اللي كتجبد لنا الهواء من هنايا وكتدفع لنا لتحت الفقاصه من هنايا. غادي يبقى خاصنا واحد الحاجه الاخوان، غادي نديروا واحد الثقب ديال التهويه هنايا تقريبا فوق هذه، غادي نديروا واحد الثقب ديال التهويه هنايا كبير. هانتوما الفقاصه الاخوان راه بدات كتبان. قلنا عندنا الخيط ديال البولات دابا هنايا هو هذا غادي يمشي للاكس ام، وغيخرج واحد الخيط اخر اللي غادي يركب فيه هاد البريز هذا. ها هو اللي غادي يبقى يدار فيه هاد البريز الاخر. دابا غادي نخرجوا واحد الخيط غادي يخرج لنا من الاكس ام هذا، وغادي نبرونشوه، غادي نبقاو نبرونشوه مع هذا. وهاد الخيط هو راه غادي يمشي للاكس ام. خليو الدراري باش نشرح لكم كيفاش تبرونشوا هاد الخيوط في الاكس ام. وغادي نخرجوا خيط اخر من الاكس ام، خيط اخر غادي يخرج من الاكس ام اللي غادي يعطينا الضوء ديال الاكس ام، وغادي نديرو فيه هاد البريز هذا باش نبقاو نخدمو الاكس ام ب 220. هذا هو الخيط اللي غيمشي ل 220. خليو الدراري باش نشرح لكم هاد البارت الثانيه. الاخوان باش ما يجيش الفيديو طويل تسناو بارت 2 غادي نلوح لكم فيها فيديو كيفاش نركبوا الاكس ام. راه كتجي على هاد الشكل هنايا، كنركبوها هنايا، كنجيبو بواطه ديال الضوء اللي كنحطو فيها الاكس ام كنلصقوها مع البواطه. المهم بارت 2 الدراري نشرح لكم كيفاش تبرمجي الاكس ام مع الخيوط، كيفاش تدخل ليها الضوء، وكيفاش تبرمجها ان شاء الله.